انا كنتمنى ان شاء الله يكون الفوز للمنتخب المغربي. لابوات راه شرفونا وشرفوا المغاربه. دايوغ انا كنعيش في ساوث استراليا وجيت من ساوث استراليا خصيصا لهذا الماتش، وان شاء الله مرحبا بهم في ساوث استراليا في اديلايد في الماتش الثاني. كنتمناو يديروا شي نتيجه ايجابيه ويكون الفوز بالنسبه للمغرب. اذا كل التوفيق للابوات الاطلس في مباراه اليوم. أكيد هذه الصور قبل قليل يعني في محيط ملعب ميلبورن المستطيل في أستراليا، حيث مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الألماني، المناسبة الجولة الأولى عن المجموعة الثامنة. هذه الصور كلها تحفيز، كلها طموح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، نتيجة تشرف كرة القدم، تشرف كرة القدم النسوية. احنا دائما نتكلم عن التحفيز لما حققه أسود الأطلس في قطر. نأمل ونتمنى ظهور مشرف للبؤات الأطلس، هن قادرات على الظهور بصورة جيدة. المنتخب الألماني يبقى منتخب أي نعم قوي، لكن الملعب و90 دقيقة كلها ونماذج سابقة شاهدنا مباريات منتخبات أو فرق كبيرة تلعب مع منتخبات، ولو أن منتخب كبير ومنتخب صغير ما بقاش في كرة القدم، لكن المعادلة تغيرت والمنظومة تغيرت ككل في كرة القدم، يعني ككل بالنسبة للذكورية وكذلك النسوية. طبعا الصور اللي شاهدناها من ميلبورن هي صور كنزيد تحيد الضغط على لاعبات المنتخب، وكنزيد انا نشجعهم ويعرفوا انهم ماشي بوحدهم. دونك راهم واحد الشعب مغربي اللي كيتسنى نتيجه ايجابيه. دونك غادي يدخلوا الماتش. انا كنشوف دابا كنتصور في العقل ديال اي لاعب شنو غيكون. طبعا كاين الضغط، هذه ما يمكنش، كاين ضغط مباراه في اي مباراه، وخاصه تكون مباراه عاديه راه كيكون الضغط ديالها، فما بالك مباراه